اذا اتخذ موقف سلبي هو محسوبه. من يصير استفتاء الدستور لا يجب ان ينصاع، يعني هو بقراره اتخذ هذا الموقف. فلا بد ان كل مواطن عراقي ان يتخذ موقف ايجابي من هذه العمليه، واحنا ما نريد نخوض في المسائل يعني المساجله الاكاديميه وشلون ينبني الدستور واليته ونوعيه الدساتير وحكم رئاسي وحكم هكذا الى اخره. الشعب هو اللي يختار والاسس، واحنا مثل ما يقول التاريخ يعيد نفسه. عندنا تجارب، يعني عندنا كادحين وشعب واعي مساله دستور سنه 25 شلون صارت آلية وسنة وفقرارة وإلى آخره. طبعا يعني هذا استحقاق مثل قلنا وطني واستحقاق دولي بموجب قرار مجلس الأمن 1546. لازم تتم ضمن المواعيد المحددة مسألة الصياغة والاستفتاء عليها وصولا إلى انتخاب حكومة شرعية وتنتهي الأمور حتى يستقر العراق وتنتهي ويتقلص دور الإرهاب. هذا بشكل عام إخواني الأعزاء يعني في الجانب العملية السياسية وصياغة الدستور العراقي الدائم. يبقى أني تداوي كقنصل، يعني المسائل القنصلية يعني احنا احتكاك مع اخوتنا الجالية العراقية. احنا صار لنا تقريبا 6 اشهر يعني من مارسنا ومن السيد السفير يعني باشر. صرفنا لحد الان 50 جواز سفارة. عندي هنا يعني احصائية سريعة. 50 جواز سفر اصدرنا، تمديد جوازات سفر 43 جواز، تقديم شهادة ولادة 37، شهادة وفاة 2. الحمد لله وشكر. يعني واحد خطيا انسحق بيت آل رباط والمرحوم ابو ابو غزوان. نعم بالعافية. تقديم شهادات عدم محكومية 101، وكالات عامة وخاصة 36. وأنا بدوري كمحامي كنت أوجه بعض الناس من يسوي وكالة يقول لي يابا أنا أضيف لك إياها لأن بغداد تمشي مع الصيانة نمشيها. تصديق على صحة ختم 62، شهادة منشأ 2، كتاب تأييد عزوبية اللي يريد يتزوج رومانية ننطر 13 مجانا طبعا. 8 جوازات عدم امتلاك المواطن جواز سفر. علي يقول اجلي يزوج ناس. 8 جوازات فقدان المواطن جواز سفر. تمزيق جواز سفر عند طلب اللجوء عندنا 3 جوازات، وجوازين شو اسمه عند طلب اللجوء. المجموع 34 جواز اضافه لهذه. طبعا هذه اضافه الى يعني اسئله واستفسار ومراجعه ونقابل، يعني احنا ناس مو بيروقراطيين قاعدين مكاتب، ننزل نقابل المواطن ويحكي لنا ساعه واموره وشلون. واحنا الحقيقه اذا تسمح لي السيد السفير نقدر ظروف الجاليه يعني مهزومه الارهاب والمتابعه النظام السابق، وجاء وعيشته هنا وظروفه وكشف جواز مزور وكشف دون جواز وضاف اشياء وكذا. احنا العراق جديد وانفتح وتعليمات مركزيه، والسيد السفير اكيد يعني سهل وايد ترى كثير من هاي الشغلات. فمهمتنا ان نريح ابناء جاليتنا ونعطيه وثيقه رسميه اصوليه يرتاح ويكون موقف القانوني مع الجانب الروماني بشكل سليم. اكو حالات يعني جوي جاوزناها وحليناها والى اخره من الامور لما نريد نطرح عليها يعني مثلا نجيب له شويه يجي ممدد جوازه هو وضايف وكشفناها يعني يابا ما يصير انت ايش تسوي، احنا ما نريدك تسوي، يقول لنا يابا هذا الجواز مسوي كذا، احنا عندنا تعليمات توجيهات نعطيك جواز ونتلف الجواز الموجود، واكو قسم يجي يعطيني جواز يابا ما يخاف اعطيك جواز انت منو؟ ايراني، تركي، هندي، غير تقدم لنا وثائق تثبت رعويتك العراقيه، احراج للسيد السفير واحراج للموظفين القنصليه الى اخره. اكو يجي منظم شهاده الجنسيه احوال مدنيه، وحتى نرويه الطرق يعني يجي يبتدي هو طالع مهزوم من هذا الشيء
يقدر عن طريق نطير عن طريق اهله، نعطيه رقم الفاكس مالنا، يجينا بالفاكس من اهله شهاده الجنسيه حتى نثبت انه هو عراقي ونعطيه الجواز، ماكو اشكال. وجوازات عندنا الحمد لله وشكر موجوده، واللي نمدد فيها وكذا قسم بمولدوفيا، يعني ما عندنا سفاره هم نجوي بنمدد جوازات الى، وعندنا ضوابط احنا حكم القانون. يعني اكو الحقيقه انه وقت يجي يتجاوز، سوينا نظام مثل النظام السابق؟ لا، يعني هذا خلي نكون موضوعيين بالموضوع، لان احنا دوله قانون، يعني لازم اكو نظام واكو مركزيه واكو اصول واكو هذه، واكو بعض الامور يمكن نساعد بها. وفعلا انا شفت يعني السيد السفير وايد ساعد بعض الامور اللي ممكن ان تكون نتجاوزها ونسوي. هذا بشكل عام اخواني نشاطنا القنصلي، ونرجو ان ما نكون مقصرين يعني تجاه اي مواطن، ويكون موضوعي في يعني مراجعته وطلباته، هي ملبات كلها ان شاء الله ضمن الضوابط وضمن القانون وضمن الاصول. وبعد نهايه هذا الاستعراض البسيط واللي ما خلانا السيد السفير شيء يعني، بس اللي قلناه نفتح باب الاسئله والاستفسارات للسيد السفير. اي ملاحظه يعني تكون موضوعيه وغير شخصيه تخدم جاليتنا هنا، الصب في المصلحه العامه وفي مساله تعزيز وحده العراقيين هناك وتعزيز علاقه الصداقه بين العراق ودوله عمان. وشكرا. انا تعبانين مباشره شو تفضلون اذا الاسئله خير؟ بسام معذره ما شفته. طبعا انا اعتذر اللي في ناس اثنين كذلك تبرعوا للمدرسه، انا اعتذر الشخص مواطن اسم الاخ السيد علي النواس هدى كمبيوترات 2 الى المدرسه، وشركه روستار اللي هو خليل هو رئيس مدير الشركه، والسيد حبيب مجيد، ما اعرف حبيب مجيد مكتوب حبيب ما ادري مكتوب مكي اي صح مكي. طبعا معذره انا ما ذكرت اسمه ولا شو تفضلون انتم؟ يكتبوه كتابة او واحد يحكي؟ شو تفضلون؟ ما عندنا اقلام ولا ها؟ اوراق ما عندكم؟ ما عندنا على المباشر يعني؟ لا على المباشر؟ لا مباشر لا انتم لا تعاون جديد بهذا المجال، واحنا بدورنا كتبنا الى بغداد الى الدائره القانونيه في وزاره الخارجيه للوصول الى صيغه اتفاقيه وتثبيت بدلات